ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ فوجئت باتصال ان انا عندي عزومه. طب واعمل ايه جريت بسرعه، كلمت بتاع الفراخ قلت له يقطع لي فراخ تمام ويعمل لي بطايه. اول حاجه جبت الفراخ عشان انا هعمل فراخ وهعمل بطه. تمام، فهغسل الفراخ وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. تمام، انا خلصت غسيل الفراخ. دلوقتي ادي البطه اهي 100 كيس اهو، ما شاء الله حاجه كده. ده كربط بلدي ما شاء الله. تمام، ده بقى عايز يتغسل غسله كده، لاني انا كمان يعني احب البط ما يبقى لهوش ريحه تماما. اوكي، وفي بصوا ريش اهو، ده بعمله على النار كده فبيطلع الريش الصغير ده كله. كلنا عارفين المعلومه دي. او بنجيب دقيق ونبدا نفرك، فكل حاجه هتبدا تطلع منه. هشوف هعمل ايه في البط وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك وكومنت حلو كده اهو. بصوا انا حبيت برضو اوريكم الحته دي. بصوا احنا هنا بنجيب البطه اهي، البطه بجيبها بحط لها الدقيق زي كده وابدا افرك الريش الصغير كله اهو بيخرج اهو. بنمسك البطه زي كده بيخرج اي ريش منها، يعني مش هتلاقي ريش صغير، مش هتلاقي اي حاجه. كل ما تفركيها كل ما تطلع كل الريش اللي جواها. تمام، يعني ما تقلقيش ان انتي البطه فيها ريش فيها، لا هيطلع يا جماعه. الريش اللي ما يرضاش يطلع على النار كده هو بالراحه على خفيف هتلاقيه بيطلع اهو. ده الريش اللي كان ماسك في الايدين اهو طلع، ما فيش. البطه هي بقت نظيفه. بصوا بيطلع بمنتهى السهوله يا جماعه اهو، هتلاقيه واقف زي كده اهو بيطلع. بصي بيطلع على طول. تمام، انا برضو حبيت اوريكم من الخطوه دي عشان ما تقولولناش طب ليه يا سحر ما قلتلناش الخطوه ديت. انا بس ايه ماشيه معاكم خطوه خطوه. تمام، خلص وارجع لكم واقول لكم انا هتبلها ازاي. بصوا بقى هنا يا ولاد، انا خلصت طبعا زي ما قلت لكم الفراخ، وغسلت الفراخ وغسلت البط، وجبت ايه الكبه حطيت فيها بصل وفلفل اخضر وفلفلايه حامي وفلفل اسود وتومه ملح وكزبره. وضربتهم كلهم في بعضيهم اهو. تمام، هتبل بيها الفراخ، تبقى متبله من بالليل كده ومتشيله الصبح على ايه، على التسويه، بحيث لو في حطيت لها ملح وخل. تمام، الصبح على التسويه وبس. ادي البصل اهو، حتى البصل الاخضر باين فيه بس هو البصل حرق شويه اهو. بتبل الفراخ زي كده، بصل عاديه اهي. بتبل الفرخه بحيث ان الفراخ تبقى كلها طعم التوابل فيها، طعم التتبيله حلو كده جواها. اللي هيجرب الطريقه دي هيدمنها بجد، الطريقه حلوه قوي. تمام، انت كده غسلت الفراخ كويس قوي. خلاص انت كده هتسلقي الفراخ بالتتبيله بتاعتها، ما تغسلهاش تاني. احنا غسلنا فراخنا كويس قوي وبنتبل. ادي الفراخ اهي تبلتها، وهتبل البطه نفس التتبيله. تمام، لغايه بس انا كلمت بتاع الخضار يطلع لي المحشي عشان هعمل محشي، بحيث ان انا ايه ابقى قد العزومه كده. بصوا الفراخ انا بشرحها كده، التشريح ده بيخلي الريحه جوه الفرخه من جوه اهو. هنا بقى دي البطه، انا البطه شرحتها، هبدا احط فيها التتبيله اهي. كل ما التتبيله تبقى في البط من بالليل بيدي ريحه وطعم حلو قوي. هتاكلي بط ايه ده
البط بيبقى حلو قوي لما بيتبل. فانا عايزه ايه، الناس تمشي من هنا مبسوطه مبسوطه انها واكله حاجه طعمها حلو ومتبله كويس جدا. واهم حاجه يا جماعه الفلفل الاسود لانه بيمشي الزفاره. تمام. عايزه اقول لكم انتوا بجد هتحلفوا وتتحالفوا بالطريقه دي، اللي هيعملها مش هيندم. وداخل علينا كمان اهو ايه رمضان وكده، فالناس كتير في اول يوم رمضان بتحب تعمل بط، فاللي هيجرب الطريقه دي تعجبه قوي. وادي الكبده اهي هعملها جواها، احط جواها برده شويه البصل زي ما احنا قلنا، بصل، فلفل اسود، كزبره، ملح، والفلفل الاخضر والخل والثوم. جربوها مش هتندموا. تمام. اخلص وارجع لكم تاني. بصوا هنا طبعا انا قلت لكم خلاص انا نضفت البط ونضفت الفراخ وتبلناه مع بعض. هنا دي بقى البصل تمام بتاع المحشي، عشان انا عامله محشي ورق عنب وبتنجان وكوسه وفلفل كميه يعني. تمام، عشان لازم العزومه تبقى مشرفه. هنا حطيت لها زيت وسمنه والملح طبعا في البصل. تمام. هنا بقى هعمل ايه؟ اولا هو مفيش ورق عنب دلوقتي في السوق، فانا جايبه الورق عنب ده. انا اشتريته عشان انا برضو ما خزنتش، فقالوا لي ان هو ممتاز يعني وكده، فكده يعني اهو. اول مره هجربه واقول لكم بعد كده رايي فيه. هو انا لما لقيته من بره كده الورقه بتاعته طريه وناعمه كده ماشي، فعرفت ان هو ورق عنب كويس مش وحش. يبقى احنا كده ايه هنعمل ورق العنب. اهو الميه بتغلي هنا الميه بتغلي في الحله اللي هنا دي عشان خاطر ورق العنب. اهو بفتحه قدامكم. انا جايبه كيسين، الكيس نص كيلو. متنسوش اللايك، الشير، الاشتراك، كومنتات حلوه كده اهو تشجعوني. معاكم سحر سليم. بصوا انا هنا حطيت الطماطم المره الاولانيه، وادي الحطه الثانيه اهو. تاخد كام غلوه وارجع بقى احط الصلصه وايه والبابريكا والتوابل. تمام. محشي بقى مش قادره اقول لكم. بصوا على فكره الورق عنب حلو قوي. انا قلت لكم انا اول مره اجيبه، بس انا يعني ايه لما شفت الورقه بتاعته من الاول قلت ان هو ممتاز. لا ما شاء الله عليه، حاجه نظيفه يعني. انا ما خزنتش بس الحمد لله نظيف ومش غالي. تمام. وهنا يا جماعه اهو البصله انا ما بحبش اسويها او يا دوبك كده. تمام يعني بصوا يا دوبك كده اصفرت، وابدا انزل عليها بحته تومه. تمام. هتاكلوا محشي هتقولوا لي ايه يا شيف العظمه دي، حاجه كده خيال. انا طبعا حاطه للتومه يا جماعه ملح، للبصله ملح، وانا التوم عندي اصلا بفرمه بيفضل ابيض زي ما هو. قعد ان شاء الله يقعد شهر في التلاجة يفضل ابيض زي ما هو. حطيت الورق عنب يتسلق تمام اللي انا وريته لكم، عشان خاطر يبقى ايه في 5 دقايق كده خلصنا على طول على طول على طول. انا بجهز حاجتي كلها من بالليل علشان الصبح يا دوبك بقى اللي هو هيستوي اللي كده يعني. احط المحشي يا دوبك على النار والكلام ده. تمام. اخلص وانا هخلص دلوقتي اهو. هحط ايه الطماطم، هحط قدامكم الطماطم. انا هضرب كذا كبه يعني. انا خلطت الخلطه الاولانيه